يا اهلا بكل اللي بيسمعونا في قناه احمد ستوري. النهارده معانا ملخص فيلم جديد اسمه بريدر، لكن قبل ما نبدا اوعوا تنسوا تذكروا الله وتصلوا على رسول الله. فيلمنا بيبدا في مصنع مسؤول عن صناعه ادويه غريبه استخداماتها معقده. بنشوف الفريق الطبي اللي بيكون شغال تحت قياده الدكتوره ايزابيل، وهما بيعملوا تركيبه علاج بتقضي على الشيخوخه وبترجع كبار السن شباب مره تانية. بعدها دكتور إيزابيل بتقابل رجال أعمال أغنياء عشان تعرض عليهم فكرة العلاج والتجارب اللي بيعملوها. وبنروح لميا اللي بتكون مرات صاحب الشركة، اللي بترجع البيت في يوم عيد ميلادها عشان تحتفل مع جوزها توماس، لكنه مش بيرضى يصحى من النوم فبتتضايق وبتسيبه وبتنزل مكتبه. لما بتقرب من الكمبيوتر بتاعه بتشوف رسالة جاية من دكتورة إيزابيل، بتكون بعتاله صورة لجسم بنت ومكتوب عليها كي 14، لكنها مش بتفهم أي حاجة. الصبح توماس بيفتح التلفزيون فبيشوف لقاء الدكتورة إيزابيل وهي بتتكلم عن العلاج اللي بتنتجه المنظمة بتاعتها، وبتقول للمذيع إن العلاج ده ما ينفعش يستخدمه غير الرجال، وبتعرفه إنه بيرجع كبار السن للشباب بدون أي أضرار. لما بيسألها اشمعنى الرجالة بس بتقوله بسبب التركيبات الموجودة في جسمهم، ومع الوقت العلاج هيتطور عشان تستخدمه الستات. وبتعرفه إن التركيبة الحيوية اللي بيشتغل عليها العلاج بيكون معقدة جدا في جسم الستات. وبيسألها المذيع لو العلاج ده ضد القواعد الأخلاقية، فبتقول له إنه ملتزم بكل القواعد الأخلاقية. وبتعرفه إن التقدم في العمر بيجيب أمراض كتير والعلاج هيقدر يحل المشكلة دي. بعدها بنشوف ميا وهي بتجري في الشارع وبتقابل نيكي اللي بتكون شغالة مربية لابن واحدة جارتها. وفي الوقت ده بتيجي دكتورة إيزابيل وبتسلم على ميا وبتكون معجبة جدا بالطفل الصغير. لما بتعرف إن اللي معاه هي المربية بتاعته بتقعد تبص لها بصات غريبة وبتحط إيدها على شعرها وبتمثل إن إيديها شبكت في شعرها وبتاخد منها خصلة وبتشيلها معاها. وبتدخل ميا مع إيزابيل البيت، ولما إيزابيل بتسألها عن صحته المربية بتقول لها إنها مش بتشتكي من أي أمراض ومش بتكون فاهمة سر اهتمام إيزابيل بالمربية، لحد ما بيوصل جوزها توماس وبيطلب من ميا إنها تسيبهم لوحدهم. وبيقول لإيزابيل إنه ما ينفعش تتكلم عن المشروع في التلفزيون لأنه لسه ما تمش، وبيطلب منها إن المشروع يفضل سر بينهم لحد ما يتم. لكن إيزابيل بتقول له إنها بتعلن عن المشروع عشان تلاقي حد يموله. ولما توماس بيقول لها إن العلاج ممكن يفشل، إيزابيل بتوريله صورة بيتر، وبنعرف إنه رجل أعمال غني جدا استخدم العلاج الجديد بتاعهم وبدأ يرجع شباب مرة تانية. توماس بيتفاجئ جدا بالنتيجة وبيعرفها إن العلاج في المرحلة الجاية هيحتاج تمويل كبير جدا، فبتقوله إن الأغنياء ما عندهمش مانع يدفعوا أي حاجة مقابل إنهم يحافظوا على شبابهم، وبتطلب منه يبدأ يصنع دفعات جديدة من العلاج في المصنع بتاعه. بعدها إيزابيل بتقرب من ميا وبتقول لها إنها جميلة جدا، لأن ميا بتعرفها إنها مش بتعجب توماس ومعظم الوقت بيكون قاعد لوحده وبيرفض يكون معاها. إيزابيل بتقول لها على طريقة تلفت بيها نظر جوزها. وبالليل ميا بتسمع كلام إيزابيل وبتلبس فستان جميل جدا. توماس بيكون مبسوط، لكن بعد فترة صغيرة مش بيقدر يقعد معاها وبيسيبها وبيمشي، فبتتضايق ميا من تصرفاته وبتمشي. وبنروح لنيكي اللي بتكون ماشية في الشارع بالليل وبيخبط فيها شخص غريب فبتقع وبيغمى عليها وبتيجي عربية بتاخدها. بنعرف إن الشخص ده رش عليها مخدر علشان كده فقدت الوعي. وبنشوف الشخص اللي خطف نيكي وهو بيولع نار وبيقرب منها، ولما بتفوق بيكون الشخص اللي خطفها بيتكلم مع السواق. ولما بتاخد بالها ان العربية واقفة بتنزل بسرعة وبتهرب من العربية. في النهار إيزابيل بتكون في مكتبها وبتقابل رجل أعمال مشهور اسمه جونسون، بيكون جاي عشان ياخد العلاج اللي شركتها بتنتجه عشان يرجع شباب مرة تانية. وبنشوف إيزابيل وهي بتديله عقد بيا نص على إن الموضوع يفضل سر، وبعدها بتديله ملف فيه خطوات العملية اللي هيعملها. وبعد ما بيدفع تمن العملية دكتورة إيزابيل بتاخد منه عينات دم عشان تفحصها. ولما بيسأل إيزابيل عن العلاج اللي هياخده مش بترد عليه. تاني يوم ميا بتشوف جوزها وهو بيعمل عصير وبيحط عليه علاج، فبتقول له إن العلاج ده مضر جدا، فبيقول لها إن ده العلاج اللي بتنتجه شركة إيزابيل في المصنع بتاعه عشان يحافظ على الشباب. ولما بتحاول تقنعه إن الكلام ده مش علمي بيقول لها إن إيزابيل بتاخد نفس العلاج، وبيقول لها تعرفي هي عندها كام سنة؟ بتقول له 40 سنة. فبيقول لها إن إيزابيل عندها 65 سنة وده بسبب العلاج اللي بتاخده. في الوقت ده الباب بيخبط بطريقة مرعبة، فبتخرج ميا عشان تفتح وبتتفاجئ لما بتشوف نيكي وهي غرقانة دم. بيجي توماس عشان يشوف ايه اللي بيحصل وبياخد باله ان نيكي مكتوب بالنار على كتفها دي 17، وبتكون العلامة دي شبه اللي كانت على كتف البنت اللي في الصورة اللي بعتتها إيزابيل لتوماس. فبيروح بسرعة عشان يتكلم في التليفون ومراته بتطلب منه انه يجيب لها فوطة، وتوماس بيقول لنيكي انه لازم يوديها المستشفى، وفعلا بياخدها وبينزلوا. وبيجي الليل وميا مش بتكون عارفة توماس ونيكي راحوا فين. بتكلم كل المستشفيات اللي في المنطقة وبتسأل عن نيكي لكن محدش بيقول انها جت عندهم. بعدها بنشوف توماس وهو واخد نيكي المكان مهجور، وفجأة بيهجم عليهم نفس الشخص اللي خطف نيكي، وتوماس بيحاول انه ينقذها، لكن بناخد بالنا ان توماس هو اللي جايب نيكي عندهم. وبنروح لميا اللي بتعرف تحدد موقع جوزها في الوقت اللي بيبعت لها فيه رسالة وبيقول لها انه في المستشفى.
لكنه بتعرف إنه بيكدب عليها لأن مفيش مستشفيات في الموقع اللي هو فيه. بتقرر ميا إنها تاخد العربية بتاعتها وتروح للمكان اللي جوزها موجود فيه عشان تعرف إيه اللي بيحصل. وتوماس بيدخل مكتب في المكان المهجور وبيقابل إيزابيل، ولما بيسألها عن اللي حصل لنيكي والعلامة اللي في كتفها بتقوله إنها خطفتها عشان تاخد من جسمها التركيبات اللي بتستخدمها في العلاج. وتوماس بيقول لها إننا اتفقنا إن العملية دي هتكون بالتطوع وإن الستات هيجوا بنفسهم عشان يتبرعوا بالتركيبات دي، فبتقوله إن ده وضع مؤقت. لكن توماس بيتضايق وبيكون عاوز يوقف المشروع، لكن إيزابيل بتطمنه وبتقوله إن الوضع هيتغير، فبيسيبها وبيمشي. بعدها بتشوف ميا اللي بتكون وصلت للموقع اللي جوزها كان موجود فيه وبتدخل جوه المكان، لكنه بيكون ضلمة ومش بتكون شايفة أي حاجة، فبتقع على الأرض. بتقوم وبتحاول تفهم إيه اللي بيحصل في المكان ده لحد ما بتلاقي كمية كبيرة من المكملات الغذائية اللي بتتصنع في مصنع جوزها. بتفهم إن جوزها ليه علاقة بالمكان ده. وفجأة ميا بتسمع صوت مخيف جدا. لما بتقرب عشان تعرف إيه الصوت ده بتلاقي واحد من مساعدين إيزابيل بيعذب واحدة ست وبيكهربها. لما ميا بتحاول تخرج من المكان بيهجم عليها واحد من مساعدين الدكتورة، فبتحاول تهرب منه لكن بيهجم عليه الشخص اللي كان بيعذب الست وبيضربها، فبتغمى عليها. بيسحبوها لحد ما بتدخل أوضة وبيقفلوا عليها الباب. في الوقت ده بيكون توماس وصل البيت وعرف إن مراته حددت مكانه وإنها راحت المكان اللي كان موجود فيه، فبيتصل بإيزابيل وبيسألها عن مراته، فبتقوله إنها موجودة عندها وبيطلب منها إن محدش يعمل لها حاجة، وبياخد عربيته عشان يرجع لها. بتكون ميا فائت وبيجي واحد من رجالة إيزابيل وبيطلب منها إنها تقلع هدومها. لما بترفض بيقول لها إنه هيقتلها، فبتوافق. وقبل ما يقرب منها بتحاول إنها تهرب لكنه بيضربها وبياخد منها عينة دم، وبعدها بيحرقها وبيكتب كود معين على كتفها. بنعرف إن إيزابيل هتستخدمها هي كمان في مشروعها. لما بيوصل توماس مساعد إيزابيل مش بيرضى يخليه يشوف مراته لحد ما بتتصل عليه إيزابيل، فبيدخل علشان يشوفها. بيقول لها إنهم عايزين ياخدوا تركيبة من جسمها عشان يستخدموها في تجاربهم. ولما بتعرف إنه ليه علاقة باللي بيحصل بترفض إنها تكلمه، لكنه بيقول لها إنه مش هيقدر يخرجها دلوقتي، وبيفهمها إنه لو عمل كده هيقتلوهم، وبيسيبها وبيمشي. وتوماس بيقابل إيزابيل وبيطلب منها إنها تخرج مراته، لكنها بتقوله إنه لو فكر يعمل كده هتقتل ميا، وبتطلب منه إنه ما يحاولش ينقذها، وبتقوله إن جيناتها نادرة وإنها تستخدمها في التجارب بتاعتها. وبنشوف توماس وهو مش قادر ياخد موقف. وبنروح لنيكي اللي بتحاول إنها تهرب من المكان لكن جرس الإنذار بيضرب، وبيجري مساعد الدكتورة وراها لحد ما بتوصل عند الأوضة الموجودة فيها ميا، وبتطلب منها إنها تساعدها، لكن في الوقت ده المساعد بيضربها على راسه وبيرجعها مكانها مرة تانية. وميا بتتخض لما بتشوف الدم ومش بتكون عارفة تهرب إزاي. في الوقت ده بتكون إيزابيل بتقابل جونسون رجل الأعمال اللي بيقول لها إنه موافق تعمله العملية علشان يرجع شباب، لكنها بتقول له إن تكلفة العملية زادت الضعف، فبيقول لها إنه موافق. تاني يوم بتشوف إليزابيث وهي بتعمل أبحاث على عينات الدم اللي جمعتها من الستات المخطوفة، وبتطلب من المساعدين بتوعها إنهم يحافظوا على كل المخطوفين وبالأخص ميا لأن خصائص دمها نادرة جدا وهتفيدها. وتوماس بيكون وصل للمكان اللي موجودة فيه ميا وبيحاول إنه يفتح الباب لحد ما بيقدر يدخل عند ميا اللي بتفتكره واحد من العصابة وبتحاول تضربه، لكنها بتطمن لما بتعرفه إنه جوزها. وبتسأله ميا عن الصورة اللي كانت إيزابيل بعتها له، وبتقوله إنها مكتوب على كتفها نفس الرمز اللي كان على كتف البنت اللي كانت في الصورة، فبيعرفها إن دي صورة بنت اسمها إيلي، وبيعرفها إن هو اللي ساعد الدكتورة في إنها تاخد منها عينة. وبيفتكر لما كانت إيلي مربوطة في نفس المكان اللي موجودين فيه، وبعدها فهم إن إيزابيل بتخطف الستات عشان تعمل عليهم تجارب، وبيقول لها إنه هيمشي وهيرجع لها تاني. وبيشوف إيزابيل وهي بتكلم توماس عشان تعرفه إنها عملت اختراع جديد وهيكون خاص بالمؤسسة بتاعتها، وبيكون عبارة عن حقائب حيوية بتقوم بدور رحم الأم وممكن الجنين يتكون ويعيش جواها. بتعرفه إن المشروع اللي كانوا شغالين عليه نجح وإنها تقدر تعيش أكتر من 150 سنة لو لقيت في جسم واحد من الستات جينات شبه جيناتها، وبتطلب منه إنه يساعدها. بعدها بنشوف توماس اللي بياخد مراته من أوضتها وبيسلمها لمساعدين إيزابيل وبيعرفهم إنها عرفت كل حاجة من المشروع، وبيطلب منهم إنهم يخلوا بالهم منها لأنها لو هربت هيكون في خطر كبير عليهم لأنها ممكن تبلغ عنهم. ميا بتكون متفاجئة من اللي جوزها بيعمله. في الوقت ده بيقترحوا إنهم يقتلوا ميا وكده هيضمنوا إن محدش هيعرف سرهم، وتوماس بيوافق وبيقول لهم إن هو اللي هيقتلها، وبياخد سكينة وبيخرج ميا بره الأوضة وبيقطع لها الحبل اللي مربوطة بيه، وبيطلب منها إنها تهرب من المكان بسرعة. لكن مساعدين إيزابيل بيحسوا إن في حاجة بتحصل. لما بيخرجوا بيلاقوا ميا هربت، بيروح واحد منهم عشان يمسكها ويرجعها، والتاني بيضرب توماس على راسه فبيغمى عليه. بتوصل ميا للعربية بتاعتها لكنها بتلاقيها عطلانة ومش راضية تشتغل، وبيقدر مساعد إيزابيل إنه يمسك ميا ويرجعها مكانها. في الوقت ده بتكون نتيجة التحاليل الخاصة بميا ظهرت، وبيروح مساعد إيزابيل عشان يعرفها إن عندها نفس الحمض النووي بتاعها وإنها ممكن تستخدمها عشان تعمل العملية وتعيش 150 سنة. بيكون المساعد التاني لإيزابيل عايز يقتل ميا لكنها بتقوله إنه محتاجينها.
بنروح لميا اللي بتكون مربوطة ونايمة على سرير، وبنشوف دكتور إليزابيث وهي عند ميا في الأوضة وبتقول لها إنها مش هتستخدمها عشان تقدر تعيش فترة كبيرة بس، لكنها هتاخد منها بويضة عشان تستخدمها وتنتج جنين لواحدة من العملاء بتوعها عن طريق الأكياس الحيوية اللي اخترعتها. بعدها الدكتور من واحد من رجالتها إنه ياخد ميا المكان تاني، فبينقلها المكان كل اللي فيه حوامل، وهناك ميا بتشوف إلي اللي جوزها سلمها بنفسه لإيزابيل وبتكون حامل هي كمان. وبنشوف ميا وهي خايفة من الستات الموجودين معاها ومش بتكون عارفة إيه اللي حصل مع جوزها. في الوقت ده بتيجي واحدة اسمها جولي وبتتعرف على ميا اللي بتسألها عن طريقة تهرب بيها، وجولي بتقول لها إن الهروب من هنا مستحيل. بتشوف بنت اسمها إلينا بتكون في الزنزانة اللي جنبهم وباين عليها التعب، بتقعد تصرخ وتطلب من حد يساعدها. ولما بتهدى إلينا، ميا بتكمل كلام مع إلي وبتعرفها إنها مرات توماس، وبتقول لها إن توماس جوزها فاكر إنها ماتت. ولما بتسألها عن اللي حصل معاها بتقول لها إن الدكتورة إيزابيل طلبت منها عينة من دمها عشان هتعمل عليها فحوصات، وبعد كده طلبت منها إنها تستخدمها في مجموعة من التجارب. ولما عرفت إلي المشروع اللي الدكتورة بتعمله بتحاول إنها تهرب، لكن إيزابيل بتجبرها إنها تكمل غصب عنها وبتهددها بالقتل. في الوقت ده بيدخل واحد من رجالة إيزابيل، وإلينا بتقول لها إن ضرسها وجعها، فبيدخل عندها وبيشلها الضرس بنفسه، فبتتألم جدا وبتفضل تصرخ. فبيطلب منها إنها تسكت لكنها مش بتكون قادرة، فبيجيب دباسة وبيدبس بقها، وميا بتتعصب عليه وبتقول له إنهم لازم يعاملوهم بطريقة آدمية. اللي كمان بتزعق معاه، فبيدخل عندها الأوضة وبيفضل يضربها لحد ما بتقرب إنها تسقط. فبيعرف الدكتور إيزابيل اللي بيحصل، فبتدخل بسرعة وبتولد إيلي وبتاخد الجنين وبتسيبها مرمية على الأرض. وبعدها بيجي مساعد الدكتور عشان ينظف المكان، ولما بتشوفه ميا بتتبول في الأرض عشان تستفزه، وفعلا بيتنرفز عليها وبيدخل عشان يضربها وبيوقعها على الأرض. وميا مش بتقدر تقاومه، لكنها بتاخد السكينة من جيبه وبتضربه بيها، لكنه مش بيتأثر بيها وبيخنق ميا. وبتقدر جولي إنها تاخد السكينة من جيبه وبتضربه في ظهره، وبتطلب جولي من ميا إنها تاخد المفاتيح من جيبه وتخرجهم. وفعلا ميا بتفتح لهم الزنزانة وبتخرجهم كلهم، لكنهم مش بيكونوا عارفين هيهربوا من المكان ده إزاي. لكنهم بيتفقوا إنهم لازم يجيبوا الطفل اللي أخدته إليزابيث قبل ما يهربوا، وبيفضلوا يدوروا في الأوض لحد ما بيسمعوا صوت الطفل وهو بيعيط، فبيروح بسرعة لمكان الصوت. بنشوف إلينا وهي بتحاول تفوق مساعد الدكتورة، وفي نفس الوقت توماس بيفوق وبيخرج من الأوضة اللي كان محبوس فيها عشان يدور على ميا. بيفضل يفتح في كل الأوض لحد ما بيلاقي 2 ستات مع بعض في أوضة واحدة، فبيديلهم المفاتيح اللي سرقها من أوضة إيزابيل وبيطلب منهم يخرجوا كل الستات المخطوفين. بنروح لإيزابيل اللي بتكون ماسكة الطفل وبتفتح ظهره وتشرط عشان تشوف لو هيفيدها في المشروع بتاعها ولا لأ، لكن ميا واللي معاها بيوصلوا عشان ينقذوا الطفل، لكن إيزابيل بتهددهم إنها الطفل، فمش بيرضوا يهجموا عليها لحد ما بتهرب. والمساعد بتاعها بيحاول يمنعهم إنهم يمسكوها، لكنهم بيتلموا عليه وبيفضلوا يضربوه، وميا بتجيب سلسلة وبيخنقوا بيها لحد ما بيقتلوه، وبيخرجوا بسرعة عشان ينقذوا الطفل. وإيلي بتقدر توصل للطفل بيكون لسه عايش، وميا بتفضل تدور على إيزابيل، لكنها بتشوف المساعد بتاع الدكتور اللي ضربه بالسكينة، فبتستخبى بسرعة لكنه بيعرف مكانه. وقبل ما يهجم عليها بيسمع صوت رجلين، بيكون توماس لسه بيدور على ميا، ومساعد إيزابيل بيستخبى له وبيخنقه وبيحاول يقتله. في الوقت ده بيقع صاعق كهرباء من جيب توماس، وأول ما ميا بتاخد بالها بتجري بسرعة وبتاخد الصاعق وبتكهرب مساعد إيزابيل. بنروح لإيزابيل اللي بتاخد الحمض النووي بتاع ميا واللي هتستخدمه في العملية اللي هتعملها لنفسها، لكن كل الستات المخطوفين بيكونوا خرجوا من أوضهم وبيهجموا عليها وبيضربوها لحد ما بتفقد الوعي. لما بتفوق إيزابيل بتلاقي نفسها مربوطة هي والمساعد بتاعها، وكل الموجودين بيضربوا مساعد إيزابيل عشان ينتقموا منه عشان اللي كان بيعملوا فيهم. في الوقت ده بنشوف إلينا اللي فوقت مساعد إيزابيل، وهي بتستغل إن الستات بيضربوا مساعد الدكتورة وبتفكها عشان تنقذ المساعد بتاعها ويهربوا، لكنها بتعرف إنها مش هتقدر تهرب منهم، فبتمسك سكينة نفسها. وكل الستات بيفرحوا لما بيلاقوا إيزابيل والمساعد بتاعها ماتوا. بعدها بتوصل الشرطة والإسعاف بتنقل كل المصابين للمستشفى، وفي تحقيق الشرطة محدش من المخطوفين بيقول أي حاجة من اللي شافها، وبنعرف إن ميا هي اللي طلبت منهم كده عشان توماس يطلع براءة. بعدها بتشوف توماس وميا بعد ما رجعوا لحياتهم الطبيعية وخلفوا بنت اسمها نيكي على اسم المربية اللي اتقتلت. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.